السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأكلة جديدة من أكلات زمان. أكلة تنفع صيف وتنفع شتاء. أنا عن نفسي بحبها جدا ونقدر ننوع فيها بسهولة. عندي فاصوليا خضراء، ودلوقتي أحلى الأوقات للفاصوليا الخضراء. بتبقى طرية وطازة، وكمان يعني بتبقى فريش جميلة جدا. ورز بالشعرية مع طبعا اللحمة في الصلصة بتاعت الفاصوليا. وكمان بحب جدا أعمل معاها فاصوليا مخللة، أو ممكن طبق سلطة زي ما بنحب. بس عادة طالما إن هعمل فاصوليا باللحمة والخضار، يعني كخضار، يعني بحب أعملها مخللة. وطبعا اللحمة حطيتها على النار بتتسلق، وعملت الرز بالشعرية زي ما احنا شايفين كده. رز تحفة جميل مفلفل، احب اعمله جدا طبعا بالزيت عن السمنة. الزيت بيخلي الرزاية بتلمع وعندها صحة كده وقوية وشكلها جميل، عكس الزبدة بحسها مطفية شوية، بحس الرز مطفي أكنه بايت وبسخنه. مش عارفة وجهة نظري دي صح ولا غلط. الفاصوليا المخللة هنا بحط معاها 3 أو 4 فصوص توم بتتسلق معاها، بضيف لها الملح فقط. وبقية التوابل كلها والخل والليمون بضيفه بعد السلق. هنا عندي بقطع الفاصوليا عادية خالص، مش اللي هي الطريقة بتاعت زمان اللي هي بالسكينة. لا، أنا بقطعها بإيدي على طول، سريعة جدا. بقطع معاها شرايح فلفل رومي، وكمان شرايح فلفل حامي. واللي هي هتتعمل مخللة الكمية بقى اللي انت عايزاها، بس أنا بحب عليه ليمون كتير. يعني استعملت ليمونتين كبار و4 فصوص من الثوم. زي ما شفناهم حطيناهم على النار. طبعا الليمون ما بضيفوش أثناء السلق، ولكن بضيف الثوم والملح معاها أثناء السلق فقط. وطماطم مضروبة في الخلاط فريش. حابين تستعملوا صلصة جاهزة ده شيء يرجع لكم، بس أنا طبعا بحب أوي الطماطم تكون فريش. وبسلق اللحمة على النار. وبعمل الفاصوليا عبارة عن ني في ني، ما بعملهاش تسبيكة بالبصل والثوم. لا، أنا بضيف في الخلاط مع الطماطم البصل والثوم، وبضربهم مع الطماطم. وبحب تملي مقدار الرز يكون مقدار رز مع مقدار الشعرية متساوي. يعني لو 2 رز يبقى 2 شعرية، 1 رز يبقى ايه، 1 شعرية، عشان الشعرية تكون باينة كويسة جدا فيه. ما هو اسمه رز بالشعرية، يعني عايزين نص بالنص تبقى حلوة وجميلة. بسلق هنا الفاصوليا على النار، وبديها بس تسليقة مش قوية جدا زي طبعا الطبيخ. لا، انا احبها مقرمشة وهي مخللة، يعني بحب احس بطعمها شوية. وهنا كنت انا سلقت خلاص الفاصوليا، وقطعت عليها بعد كده شرايح من الثوم الني اللي هو ما اتسلقش غير المسلوق يعني. وبضيف ليمونتين معاها مع معلقتين خل وشطة وفلفل اسود وكمون، وكمان شرايح فلفل حامي. دي نسيت اقول لكم ان انا بضيفها كمان اثناء السلق. زي ما احنا شايفين بتبقى طعمة جدا. واساسا الفاصوليا المخللة وجبة خاصة منفردة بنفسها. حتى لو احنا ما عملناش الفاصوليا كطبيخ بالصلصة وشرايح اللحمة، ممكن ناكلها كمخللة مع برضو الرز. تحفة جدا وهيلسي للي هما بيعملوا رجيم. واتمنى تكون